السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة الفيديو بتاعنا عن الجبنة الرومي. هنعمل الجبنة الرومي بطريقة سهلة وجميلة جدا. تحياتي لكل منظر قناتي، ما تنسوش تصلي على رسول الله عشان نشوف المقادير وطريقة التحضير. تعالوا بقى في البداية كده بحب اشوف الوصفة معاكم في بداية الفيديو عشان تشوفوها ان كانت ناجحة او لا، وكمان هتشوفوا رأيي فيها في اخر الفيديو ان شاء الله. ما تنسيش صلي على رسول الله عشان نبدأ الفيديو على طول. عايزة اقول لكم الفلفل الاسمر مدي نكهة حلوة جدا، وكمان نفس التقطيع بتاع الجبنة الرومي فشكلها حلو جدا، وكمان الطعم هنعرف في آخر الفيديو. صلي على رسول الله وتعالي نشوف المقادير وطريقة التحضير. يلا يا عسل، لايك يا عسل وبلاش كسل. كل ده مستنياكي عشان تحطي اللايك. أول ما تحطي اللايك هتلاقيني على طول هنشوف الطريقة والمقادير. كده في أمانة ومصداقية. يلا نروح على المقادير وطريقة التحضير. معايا نص كيلو من اللبن، وطرف معلقة كده من الزعفران، هو هيدينا لون بس، وكمان نص معلقة من الملح، نص معلقة من الملح معلقة الصغيرة، وست معالق كبار من النشا، وربع كوباية من الزيت. هنقلب كل دول مع بعض بسرعة عشان النشا ما يبقاش متماسك معاكي. هنقلب بسرعة. كل ده طبعا لسه على البارد. ومعايا 8 كيلو من الجبنة الرومي تكون قديمة عشان تدينا طعم حلو جدا. وهحاول ان انا اقطعهم كده بسرعة بسرعة عشان يدوبوا معايا على البوتاجاز بكل سهولة. وكمان ضفت قطعتين من الجبنة النستون، وحطيت كمان حاجة بسيطة كده من الفلفل الاسمر، ما يكونش مطحون، احنا نحطه سليم كده عشان واحنا بنقطعه يدينا الطعم بتاع الجبنة الرومي زي ما بنجيبها من بره. ما تنسيش صلي على رسول الله. كده بقى احنا على البوتاجاز، كل دوت هتكون العين متوسطة، وهنحاول ان احنا نقلب كده بسرعة ايدينا ما تتشالش منها خالص عشان تدوب معانا بكل سهولة. ما تنسيش حطي لي اللايك وصلي على رسول الله، ودعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. طبعا كل ده بنقلب بقى كده اهو. ما تحاوليش ان انت تعلي البوتاجاز عشان ما يتلسعش منك. عايزه اقول لكم قوامها هيبقى حلو جدا، وكمان هتكون ناعمه معانا، مش هتكون خشنه خالص، هتكون حلوه قوي وما تقلقيش منها. بجد ان شاء الله باذن الله تعجبك، وممكن تعمليها افضل مني كمان بكتير. على فكره اللون واضح ان هي اصفر قوي، لكن هي مش باللون بتاعها الجامد دوت، لا هي معقوله. بصوا بقى القوام ده عامل ازاي، ناعمه جدا. لسه هنسيبها بقى كام دقيقة كده كمان، وهنقلب كويس جدا. وحاولي ان انتي الحلة او الحاجة اللي هتعملي فيها ما تكونش بتلزق من تحت عشان ما تبوظلكيش الوصفة. شايفين كده؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. هسيبها بقى 5 دقايق، وهبتدي ان انا اجيب كيس كده افتحه. كيس بتاع تلاجة يكون نضيف جدا طبعا، وبعدين هفتحه بالشكل ده وهحطه في اي بولة عندي، وهنزل بالجبنة بتاعتي عشان احاول ان انا اظبطها كده اهوت، واضغط عليها بالراحة اسويها. تمام. وهبتدي بقى ان انا اقفل كده عليها، اغطيها واسيبها تبرد تماما، وبعدين اجيب حاجة كده تقيلة واضغط عليها حلو جدا، واسيبها في التلاجة لتاني يوم.
وبقت معانا بالشكل ده. عايزه اقول لكم طبعا نصها اتاكل ما شاء الله، وده النص اللي باقي. انا مغلفاه كده في طبق فويل، في طبق فل. وهبتدي بقى ان انا كده اقطع معاكم بالشكل الجميل بتاعنا. طبعا ده الشكل العادي بتاع الجبنه الرومي. هنبتدي بقى نقطعها كده. بصوا بقى، عايزه اقول لكم هي مديانه ميكس كده حلو قوي. مديانه ايه؟ مديانه طعم الجبنه الرومي مع الجبنه الفلامنك مع الجبنه الشيدر، يعني حاجه كده مش قادره اقول لكم. جربيها. لو مش عايزه تجربيها كمان في نص كيلو من اللبن، حاولي جربيها في ربع كيلو. يعني كل حاجه انت تكوني قلقانه منها ما تعمليش الوصفه كلها بالمقادير اللي بتشوفيها. ممكن تعملي مقادير اقل، بس تحاولي ان انت تظبطي المقادير بتاعتك. خلي بالك وانت بتعمليها مقاديرك، لو هتعملي الاقل هتعملي اقل من المقادير اللي انا مدياها لك. مهم جدا، اوعي تنسي. دايما بذكرك تصلي على رسول الله، وما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. وتعالي بقى نشوف كده، حطيتها في طبق برضو فل، وغلفتها بالاسترتش كده تفضل معايا اطول وقت ممكن. وده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة، ما تنسيش اللايك. السلام عليكم.